شهدت الساحة الفنية في عام 2022 العديد من حالات طلاق النجوم، وذلك على فترات متقاربة. ومن خلال هذا الفيديو نرصد أبرز حالات انفصال النجوم في عام 2022. ولكن قبل ذلك ما تنساش تصلي على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. طلاق الفنانة وفاء قمر والفنان هيثم محمد. أعلنت الفنانة الشابة وفاء قمر انفصالها عن زوجها الفنان هيثم محمد بعد 5 سنوات من الزواج، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك. وكتبت الفنانة وفاء قمر: أنا بعلن انفصالي رسميا بيني وبين الفنان هيثم محمد، وكل شيء نصيب والحمد لله على كل شيء. وعلق عدد من جمهور ومتابعي الفنانة الشابة على البوست، من بينهم المنتج الكبير صفوت غطاس، واللي كتب وقال: ربنا يسعدكم سواء مع بعض أو كل واحد لوحده، هي دي سنة الحياة. وكانت الفنانة وفاء قمر احتفلت بزفافها على الفنان هيثم محمد في أبريل عام 2017 بحضور عدد كبير من الأصدقاء والمقربين في الوسط الفني، لينتهي الزواج بين الطرفين بعد مرور 5 سنوات فقط. وفي أبريل عام 2019 رزقت وفاء قمر وهيثم محمد بطفل أطلق عليه اسم آدم، وعلق هيثم وقتها قائلا: بحبك يا أم آدم. انفصال رامي جمال والفنانة المعتزلة نريمان. تصدر اسم الفنانة المعتزلة نريمان مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية بعد إعلانها انفصالها عن زوجها المطرب رامي جمال. وكتبت الفنانة نريمان: تم الطلاق بيني وبين رامي جمال، أتمنى له كل التوفيق، وأتمنى أن يكون سعيد في حياته الجديدة، كما أتمنى لنفسي الخير والسعادة. طلاق الفنانة المصرية ياسمين صبري ورجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة. أعلنت الفنانة ياسمين صبري انفصالها عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وأكدت مصادر خاصة أن انفصال أحمد أبو هشيمة والفنانة المصرية ياسمين صبري تم بطريقة حضارية للغاية. وكشفت المصادر أن الطرفين اتفقا على الانفصال بعد عامين من الزواج، موضحة أن أبو هشيمة وياسمين صبري اتفقا على الانفصال بشكل حضاري، لا سيما في ظل المكانة الاجتماعية اللي بتتمتع بها الفنانة ياسمين صبري، وكذلك المكانة الاجتماعية اللي بيتمتع بها أحمد أبو هشيمة، حيث يعتبر أحمد أبو هشيمة أحد أبرز رجال الأعمال في مصر، وتعتبر الفنانة ياسمين صبري على رأس نجوم الصف الأول في السينما والدراما المصرية. وأضاف المصدر: اتفق الطرفان على أن يظل أصدقاء وتجمعهما علاقة جيدة، لا سيما أن الانفصال تم بشكل حضاري، وأن يتواصلا بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة، موضحا أنهما قاما بإنهاء كل التفاصيل المادية المترتبة على الطلاق. كثيرة هي المعلومات والتسريبات اللي قد يبدو بعضها من صنع الخيال حول طلاق الفنانة المصرية ياسمين صبري ورجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، لكن الحقيقة بحسب مصادر مقربة من الطرفين إن الزوج يعمل من خلال زيجته على تضخيم شهرته في مصر والوطن العربي، إلى جانب حضوره في مجال الأعمال، وهو لا ينفق المليارات كما يشاع على الزوجة أو الحبيبة، بل يتقاسم معها المصاريف الحياتية. والشهرة الخاصة به تصاعدت بعد زواجه من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، ومضى نحو المزيد من الطموح بالأضواء، حتى أرادت الفنانة ياسمين صبري أن تتحول إلى هيفاء ثانية في علاقة جمعت بين حب إثارة الجدل والشهرة في آن واحد. ياسمين صبري أوحت في مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام بأن أبو هشيمة ينفق عليها الأموال بلا حدود، وعرضت صورا لسيارة فارهة وملابس ومجوهرات، وقد وفر لها إعلانا تجاريا عرض من خلال شاشات التلفاز. لكن موضوع الرفاهية حسب مصادر الفن كان شكليا ليس إلا واستعراضيا أكثر مما هو فعلي. وهنا بدأت المشاكل بين الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أبو هشيمة بعيدا عن العلن، حتى عادت قبل الطلاق إلى منزلها الخاص وتركت منزل الزوجية، وحصلت على تهديدات متبادلة حول كشف أسرار مشتركة، لذا جاءت صيغة الانفصال الراقي حتى لا تقع الكارثة ويخرج كل منهما عن صمته.
ياسمين صبري أنفقت على نفسها خلال زواجها من أبو هشيمة أكثر بكثير مما أنفق عليها أبو هشيمة، حتى أن شخصية عربية مرموقة تدخلت لفرض الطلاق السريع والهدوء في التعامل مع هذا الحدث الشخصي. ويتردد أن أبو هشيمة لن يستفز ياسمين صبري، وسوف يتفادى هذا الموضوع لأسباب يعلمها جيدا. وقبل إعلان خبر انفصال ياسمين صبري عن أحمد أبو هشيمة، نشرت الفنانة ياسمين صبري صورا من داخل فيلتها خلال حفل إفطار في رمضان الماضي، وتظاهرت بعدم وجود أي شيء حتى اللحظات الأخيرة. في 17 أبريل عام 2020 أعلن رجل الأعمال أبو هشيمة زواجه من الفنانة ياسمين صبري وسط حالة من التكتم والبعد عن وسائل الإعلام. واقتصر حفل الزفاف على أسرة العروسين، حيث غاب نجوم الفن والشخصيات العامة عن الحفل بسبب جائحة كورونا في ذلك الوقت. طلاق الفنانة أيتن عامر من زوجها محمد عز العرب. أحدث خبر طلاق الفنانة المصرية أيتن عامر من زوجها مدير التصوير محمد عز العرب صدمة في الأوساط الفنية، لكن البعض اعتبره أمر متوقع. وأكدت مصادر مقربة من الفنانة أيتن عامر أنباء انفصالها عن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب منذ أيام قليلة، وذلك بعد أن تفاقمت الخلافات بينهما في الفترة الأخيرة. وأضافت المصادر أن قرار الانفصال جاء بالاتفاق بين الطرفين، ولم تحدث أي أزمات بينهما، خاصة أن زواجهما استمر أكثر من 7 سنوات ونتج عنه طفلان هما أيتن ويوسف، حيث تبلغ أيتن 6 سنوات ويوسف 4 سنوات. وقالت المصادر أن لا أحد يعلم تفاصيل الخلاف بين أيتن عامر وزوجها محمد عز العرب، حتى أن أفراد عائلة أيتن عامر تملكتهم الصدمة بسبب قرار الانفصال، وحاولوا إقناعهما بالتراجع عنه، لكن يبدو أن القرار كان نهائيا، ولدى الطرفين إصرار على الطلاق. وتم الطلاق بشكل رسمي. الفنانة سولاف فواخرجي بكلمات مؤثرة وراقية في آن واحد، أعلنت الفنانة السورية سولاف فواخرجي في شهر أبريل الماضي انفصالها عن زوجها الفنان وائل رمضان. وكتبت الفنانة سولاف فواخرجي منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، قالت فيه: أقرأ في تصريف كلمة الفصام: انفصمت العروة، انقطعت وانحلت، وانفصم ظهره، انصدع، انفصم الإناء، انكسر دون فصل، وانفصم المطر، انقطع وأقلع. وتابعت الفنانة سولاف فواخرجي في منشورها المؤثر قائلة: أنا كتلك العروة انقطع وظهري ينصدع، وكذلك الإناء الذي ينكسر ولا ينفصل، وكالمطر الذي أقلع راويا وهطل حارقا، وأنا الآن أعيش ذلك الفصام أمامك أيها النبيل، وبعد الفصام فطام. وأشارت الفنانة سولاف فواخرجي في منشورها إلى أنه كما ننفطم عن أمهاتنا يوما من الأيام ننفطم عمن نحب، كما أنفطم عنك الآن، وقلبي كما يقال ينخلع وينفصل. الفنان معتصم النهار. انفصل الفنان السوري معتصم النهار عن زوجته لين برنجكيجي بعد زواج دام 7 سنوات، وذلك بسبب العديد من الخلافات التي وقعت بينهم خلال الفترة الماضية. وأكد برنامج MBC ترند أن الطلاق وقع رسميا، وذلك بعد تداول العديد من الأنباء حول انفصاله عن زوجته لين. وكانت لين قد حذفت الصور التي تجمعها بمعتصم النهار من على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، ما أوحى للجمهور بأنها انفصلت عن معتصم النهار. انفصال منى عرفة ومحمود المهدي. أعلنت الفنانة منى عرفة في يوليو الماضي عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير انستغرام عن طلاقها رسميا عن محمود المهدي. وكتبت الفنانة منى عرفة قائلة: تم الطلاق رسميا وربنا يوفق الجميع، وذلك للمرة الثالثة بين الثنائي. طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الفنان حسام حبيب. لا صوت يعلو فوق صوت انفصال المطربة شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب، وذلك بعد 5 سنوات من الزواج. فمثلما كانت العلاقة بينهم صاخبة طوال تلك المدة بتحديات كبيرة،
تشغل الجمهور من فترة لأخرى بأنباء عن وجود أزمات بينهما ثم تهدأ. كان الانفصال قويا أيضا، وذلك بعدما أثار جدلا كبيرا من اللحظة الأولى، لتأكيده في 3 ديسمبر عبر بيان رسمي من الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى حلاقة شعرها، إلى حبسها وضربها داخل غرفة النوم، إلى الاستيلاء على أموال خاصة بشيرين عبد الوهاب. البداية في 3 ديسمبر بعدما أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب في بيان انفصالها عن حسام حبيب، مؤكدة أن أسباب الانفصال تعود إلى الثنائي ولا ترغب في التطرق لها، مؤكدة على أن هذا الانفصال حدث في هدوء. كلمات الفنانة شيرين عبد الوهاب ربما لم تنبئ عن وجود أي رياح قادمة، إلا إنها ما لبثت أن أثارت جدلا كبيرا بشأن علاقتهما بعدما صرحت مع نضال الأحمدية بكلمات وصفت فيها حسام حبيب بأنه دلوع وابن أمه، قائلة: زهقت من دور الأم وعايزة أبقى سندريلا. بعد ذلك استمرت الإثارة بصورة أكبر، وذلك بعدما ظهرت شيرين عبد الوهاب حليقة الرأس في حفلها بالإمارات، الأمر الذي فاجأ جمهورها لحد الصدمة، حتى أكد البعض أنها مريضة نفسية وتعالج عند طبيب نفسي، في حين أعجب كثيرون بما فعلته شيرين قائلين إنها قوية للغاية. بعد ظهورها حليقة الرأس صب البعض الاتهامات تجاه حسام حبيب، مؤكدين إنه هو من حلق شعرها، الأمر الذي نفته شيرين عبد الوهاب، مؤكدة إنه من وحي الخيال، وطالبت الجمهور بعدم الافتراء على أي شخص لتكسب احترام الجمهور، وانفصلت بشكل رسمي عن حسام حبيب، ولكن بعد إثارة الجدل. طلاق إمارات رزق وحسام جنيد. الفنان السوري حسام جنيد كشف في شهر مارس الماضي عن انفصاله النهائي وللمرة الثانية عن الفنانة إمارات رزق، وذلك بعد فترة من التكهنات والتساؤلات حول علاقتهما، خاصة إنهما شغل الجمهور منذ سنوات بسبب إعلان انفصالهما وعودتهما سريعا، ولكن هذه المرة أكد أن القرار تم بشكل نهائي، حيث نشر حسام جنيد نص محادثة بين إمارات رزق وأحد الأشخاص الذي سألها عن حقيقة قرار الانفصال، وأكدت له الأمر، وذكرت إنه انفصال نهائي بلا رجعة. طلاق ياسمين ريس وهادي الباجوري. في شهر فبراير الماضي فاجأت الفنانة ياسمين ريس الجمهور بخبر طلاقها من المخرج هادي الباجوري من خلال رسالة كتبتها على تويتر قالت فيها: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، صدق الله العظيم، الحمد لله على كل شيء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم. وكان هادي الباجوري أثار الجدل قبل طلاقه بسبب تصريحات عن زوجته ياسمين ريس، وكشف في أحد البرامج عن رأيه في تقديم زوجته ياسمين ريس لمشاهد جريئة في أعمالها الفنية، وقال أن العمل إذا كان يتطلب ذلك فإنه لا يمانع، كما إنه لا يفرض رأيه عليها، حيث يحق لها الرفض أو القبول فيما تقوم به. وأثار هذا التصريح الجدل بين متابعي الثنائي. طلاق زينة مكي ونبيل خوري. في شهر فبراير الماضي أيضا أكدت الممثلة اللبنانية زينة مكي طلاقها رسميا من زوجها الملحن اللبناني نبيل خوري، وذلك بعد الأخبار المتداولة عن انفصالها عن زوجها منذ أن حذفت صورهما معا من حسابها على إنستغرام. واعترفت زينة بأنها تسرعت في قرار زواجها، لافتة إلى أنها لم تتفق مع زوجها على أمور جوهرية رغم محاولتهما لإنجاح زيجتهما. زينة مكي ونبيل الخوري كان قد أعلن زواجهما وخطوبتهما في سبتمبر عام 2020 بطريقة مميزة، حيث نشر حينها نبيل خوري مقطع فيديو وهو يعرض الزواج على زينة مكي في صالة الألعاب الرياضية ويقدم لها خاتم الخطوبة.